بونو. هل تعرفون من هو بونو؟ نعم، إنه ياسين بونو ليس مجرد حارس مرمى، بل قصة تروى وفصل مشرق من تاريخ الكرة المغربية والعالمية. دعونا لا نتحدث فقط عن التصديات الرائعة أو عن حضوره القوي في المرمى، بل تعالوا نتحدث عن رجل أذهل العالم وأربك الصحافة العالمية وأحرج أعرق الأندية الأوروبية. الصحفي لويس ميلكوما فارغيس كتبها بالحرف: مرة أخرى بونو يصدم العالم. أما صحيفة 20 مينيتوس الإسبانية فقالت: التصدي المستحيل من ياسين بونو أمام مانشستر سيتي كان حاسما في فوز الهلال على فريق بيب غوارديولا. تخيلوا، تصد واحد يقلب المباراة ويغير العناوين. وها هي الصحافة تصف بونو بأنه أفضل حارس مرمى في العالم بدون منازع. من إسبانيا إلى العالم، بونو يسرق الأضواء ويمتلك القلوب. صحيفة كلاريان وصفت ما فعله بونو بكلمة واحدة: البهتان. وقالتها صراحة: تصدي بونو في مواجهة مانشستر سيتي أذهل الجميع. بينما كتبت الموندو ديبورتيفو: ما قام به بونو ليس مجرد تعلق، بل هو الجنون بعينه. لكن دعوني أسألكم سؤالا بسيطا: من هو القائد الحقيقي للمنتخب المغربي؟ قد يكون حكيمي اليوم، أو زياش بالأمس، أو السيس من قبل، لكن القائد الحقيقي الذي يشتغل في صمت ويقاتل في الظل هو ياسين بونو. تخيلوا معي، حتى جريدة فوت ميركاتو كتبت: بيب غوارديولا ومانشستر سيتي تم تحطيمهم بفضل الحارس المغربي ياسين بونو. نحن لا نتحدث عن أي فريق، بل عن أقوى هجوم في أوروبا، هجوم اصطدم بجدار اسمه بونو. وهنا ندرك حجم هذا الحارس الذي لا يبدل فقط مجرى المباريات، بل يغير الثقة في اللاعب المغربي نفسه. والآن استمعوا لهذا: الصحافة الإنجليزية تقول: بونو البالغ من العمر 34 عاما هو جزء من الجيل الذهبي المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022. اختياره رجل مباراة المغرب أمام إسبانيا، يعني ما يقدمه بونو اليوم ليس صدفة، بل استمرارية لتألق بدأه مع وطنه. بل أكثر من ذلك، ريال مدريد، نعم ريال مدريد نفسه، أراد التعاقد مع ياسين بونو. صحيفة الماركا الإسبانية قالت: بونو كان الخيار الأول لريال مدريد، لكن كأس إفريقيا حالت دون ذلك. هذه شهادة لا تشترى. أن تكون على رادار أفضل نادي في العالم وتعتبر الأفضل في مركزك، فهذه ليست مصادفة، بل تاريخ يكتب. كل هذا الزخم الإعلامي العالمي حول بونو هو صورة جديدة للاعب المغربي، صورة لم نعهدها في الماضي. لقد أصبح اللاعب المغربي اليوم رمزا للموثوقية، للفخر وللحلم العالمي. وصدقوني، ما يحدث اليوم هو سابقة لم يعرفها جمهور الكرة المغربية من قبل. جيل وصل إلى القمة ورفع معنا راية الوطن في كل ملعب. وفي الختام، ماركا عادت وقالت: كأس العالم للأندية أظهر من جديد أن ياسين بونو من بين أفضل حراس المرمى في العالم. فهل نحتاج بعد هذا لأن نتساءل عن قيمة هذا الرجل؟ هذا ليس بونو فقط، هذا أحد أعمدة تاريخنا الكروي، وهذا زمن الأسود. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.